هو انا ممكن اقول حاجة بس معلش هي غريبة شوية، بس بقالي كام يوم كده بفكر فيها وفعلا يعني محتاجة اقول رأيي يعني. بالنسبة لشنط رمضان او توزيعات الخير، شنطة الخير اي حاجة يعني لاخواتنا يعني وكده. الشنط دي يا جماعة لو جينا نبص هنلاقي دايما بيتحط فيها جبنة اللي هي نبات الدهن، والسمنة بقى واللي هو الحاجات اللي مش صحية دي، الزيت والكلام ده والسكر حتى. انا طبعا قبل كده ما كنتش يعني واخدة بالي خالص، بس حصل لي كده مشكلة يعني، ففهمت وقريت وعرفت كده معلومات كتير قوي ان الحاجات دي كوارث بمعنى الكلمة. فانا دلوقتي استغربت اول ما عرفت بجد. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا ما اكلش الحاجات دي كأنا يعني. الواحد بيجتهد طبعا، حتى لو بياكلها برضو وهي غلط، بس احنا عرفنا انها غلط، فاحنا نحطها بقى في شنطة الفقير ليه؟ يعني احنا نحطها له ليه؟ يعني جه في بالي مثلا ممكن نستغنى عنها احسن خالص. يعني بدل ما نحطها نديله فلوس وهو يشتري براحته، هو يشتري بقى، بس مش يبقى احنا اللي ادينا له السم بايدنا. وطبعا يبقى كويس لو بقى في وعي وبقى الناس كلها عارفة الصح والغلط والكلام ده. بس انا طبعا الايات كتير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانا دلوقتي مش حابة الاكل ده، حتى لو انا بجيبه وباكله، بس انا مش حباه وعارفة ان هو غلط قوي. فانا بديلي الفقير ليه او بديلي المحتاج ليه؟ عشان هو محتاج يعني، عشان هو مش عنده اوبشن تاني. فانا هديله بقى وهو يقول الحمد لله ويقول يلا، يعني جت من عند ربنا جبرت كده تمام. طب هو مش عارف. انا دوري طبعا توعوي، واللي انا افهم كل الناس ان الحاجة دي غلط. مش دوري انا يعني تيسير، بس في ناس ممكن تعمل كده. وبرضو انا لو رحت مثلا لحد ممكن يعني ابين له، مش اللي هو بديله درس، بس مثلا انا مش جبت زيت مثلا عشان ايه ده كده ده كذا. ممكن انا هوفر لك الفلوس دي حق سمنة بلدي مثلا تشتريها شهريا، او ما او انا عليا اللي انا هجيب لك السمنة البلدي حتى لو انا مش بجيبها في بيتي. بس انا عايزة ادي لحد حقه، ده مش فلوسي اصلا يعني، ده حقه فلوس ربنا. فانا اديها له بحاجة تجيب له امراض، وبعدين يروح للمستشفى واقعد اصرف تاني او اقعد اعالجه، ويبقى مجتمعنا مرضى مش فقراء وبس، مرضى وفقراء. فالموضوع انا مش عارفة بصراحة اصيغه كويس. لو في حد فاهم يقول لي مثلا اقتراحات الشنط تبقى شكلها عامل ازاي. اقتراح كلامي صح اصلا ولا ايه؟ اقتراح نفهم الناس او نعمل لهم توعية. لا ده ما انا مش بجيب لنفسي فخلاص هجيب لهم اللي انا بجيبه. حد يفهمني بالظبط. هو طبعا الموضوع جه في دماغي يعني، مش عارفة هو انا بتكلم صح ولا غلط بصراحة. فانتوا قوموني او انتوا قولوا رأيكم معايا، قولوا الصح ايه. انا ادام انا باكل زيت مثلا او بطبخ بزيت اديهم زيت عادي، ولا خلاص ادام انا عارفة ان هو غلط يبقى انا ما اديهمش له. شكرا.